كابتن محمد عبد الفتاح، برحب بيك على شاشة الأهلي. انا دكتور زايد. الحمد لله تمام. يا ترى هتبقى في مشكلة جديدة بين الأهلي والمنتخب الأولمبي اسمها تاحة، ولا أنت مش متوقع ده؟ لا مش متوقع ده طبعا، وكانت المفروض اروح المعسكر الساعه 11 الصبح. لكن لحد دلوقتي ما رحتش، مستني بس النادي الاهلي يكلمني عشان ان شاء الله ابدا معسكر مع المنتخب. يعني أنت هتسافر الفترة اللي جاية إلى النمسا مع الأهلي ولا إلى السعودية مع المنتخب الأولمبي؟ ما هي دي المشكله دلوقتي، فانا لسه مش عارف، مستني كابتن حسام يرجع عشان اشوف هروح معاهم البطوله العربيه ولا هروح النمسا مع النادي الاهلي. يعني لسه كابتن حسام ما قررش؟ لسه ما قررش، بس المفروض ان انا كنت ابدا المعسكر النهارده الصبح، بس مستني كابتن سيد عبد الحفيظ يوصل للنمسا عشان هو مسافر النهارده، واكلمه عشان اخد شنطتي ان شاء الله ابدا معاهم معسكر. انت عايز ايه يا تاح؟ انا طبعا نفسي في الاثنين، يعني نفسي اروح طبعا منتخب اولمبي، شرف كبير لاي لعيب، ونفسي العب ببطوله النمسا دي عشان بعد كده يبقى ليا فرصه اساسيه مع النادي الاهلي. يعني انت عايز كل حاجه يا تاح؟ اكيد طبعا. عايز تلعب وتنال شرف اللعب في دوره اولمبيه، وعايز تروح النمسا مع معسكر الاهلي عشان يبقى ليك مكان في النادي الاهلي الموسم المقبل. طبعا ان شاء الله. عايز اقول لك طموحك ده طموح مشروع جدا، وهذا الطموح هو اللي بيصنع النجاح. يعني ما هوش طموح يثير الاستياء، بالعكس. انا سعيد ان انت يبقى عايز تلعب دورة أولمبية، وعايز تلعب وتضمن مكان أساسي في النادي الأهلي. أعتقد أنه ده حقك كلاعب موهوب. ربنا يخليك يا دكتور. تتوقع الثلاثة هيردوا عليك ويقولوا لك إيه، سواء كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، أو كابتن حسام البدري المدير الفني الأهلي، أو كابتن هاني رمزي المدير الفني للمنتخب الأولمبي؟ يعني انا اتوقع ان الكابتن سيد ما فيش طبعا دلوقتي حاجه الاسبوعين دول في النادي. اتوقع ان انا اروح المنتخب، وبعد كده ممكن اشوف سفريه النمسا دي هتبقى حاجه كويسه ليا. هروح طبعا الافيد في المنتخب او النادي ان شاء الله هكون معاه. احنا نتمنى يعني لك التوفيق يا تاح، لان انت لاعب موهوب بجد، واعتقد ان انت احد الامال الكبيره للكره المصريه في السنوات القليله المقبله ان شاء الله. ربنا يخليك يا دكتور.